الصيف ماهوش غير للعطلة ولا اللقعات كيما يعني حاطينو البعض. كاين يعني ناس ولا فئة من الناس يصناو غير وقته يوصل باش يديروا مشاريعهم يعني المصغرة يديروها في دارهم يسترزقوا منها. أول حاجة نرحب بكم في مطبخ أم ميساء. اسماء نقول لكم شرفتوني ونورتوني. كيما وعدتكم بربي إن شاء الله راح ندير لكم واحد المجموعة من المشاريع إن شاء الله تستفادوا منها، خصوصا اللي حابة يعني تسترزق. نقولوا إن شاء الله ربي يعطيكم الرزق الحلال. نسميو مع بعضنا بسم الله ونبداو في الوصفه نتاعنا لنهار اليوم. يعني يا البنات نقول لكم من اروع ما يكون ومن انجح ما يكون. تبعوا برك جميع النصائح اللي رايحه نعطيها لكم في فيديو اليوم. وقبل ما نبداو نصلي ونسلموا على نبينا محمد عليه افضل الصلوات. كما راكم تشوفوا حبيباتي انا الوصفه تاعي هنا راح نديرها بثلاث حبات نتاع البيض. ضروري انكم كل ما تكيلوا الكيله، يعني هنا اني كيلت كيله تقريبا ناقصه زوج اصابع. كما تشوفوا الكيله اللي تبداو بها كملوا بها. واش هي حسبوا كميه البيض باش من بعد كي تحطوا الخميره تيجيكم اسواسوا. ضفت لها رشه تاع ملح، ضفت لها كميه تاع لافاني، وبنفس الكيله ضفتها سكر حبيبات. اذا راحين تلاحظوا درك انا هنا راح نخبط البيض وحده برك، ما راني حطيت السكر. نضرب البيض واحده دقيقه هكذا برك باش ما يتخلطليش مع السكر وما يتحرقليش، ومن بعد نروح نخلط كل شيء مع بعضه. اهم حاجه ولا خطوة في هذه الحلوى تاع الطورنو ولا حلوى الطابع، يعني الوصفة الجزائرية التقليدية اللي ما تخطيناش في الأعياد والمناسبات حتى يبيض معي الخليط. كيما راكم تشوفوا يتغير اللون تاعو. نجيب كيلة نتاع الزيت. وش هي البنات هذيك الكيلة تاع البيض والسكر كيلة ناقصة زوج أصابع، وبالنسبة تاع الزيت نزيد لها أصبع. فهمتوني يا البنات؟ يعني الزيت رايح يعطينا خفة أكتر الحلوى نتاعنا. ونبقى نخلط كيما عودتكم ديما في الحلويات نتاع الزيت. ضيفوا الزيت تاعكم بالعقل على دفوعات وبقاو خلطوا منها السكر اللي ما ذهبش يزيد يذوب، وحتى الكاطو تاعكم ما يجيكمش مكبد ومزيت لداخل. نكملوا كميه الزيت ونروحوا الاهم يعني مرحله في هاد الحلوى نتاعنا، واللي هي المقادير اللي رايحه نضيفها. يعني يضيفوها الحلوجيات يعني باش يسترزقوا بهم. يعني راح تعطيكم واش نوصف لكم يا البنات، خفه كانه يعني الله يبارك بونج، في نفس الوقت فيها نوع من القرمشه من برا. ضفت لها مغرف كبيرة تاع لافا، نقول تاع نشا، ونص مغرف يعني مش معمرة تاع حليب بودرة. للأمانة البنات أنا هنا الحليب بودرة كيكون متوفر نحطو، كيكون ما كانش يعني ما نقلقش روحي. فهمتوني يا البنات؟ إذا عندكم من الأحسن راح يعطيكم هذاك اللون الإحمرار وفي نفس الوقت يعاونها باش تيجيكم خفيفة. وضفت زوج مغارف تاع فارينة، وضفت باكي ومش نص يعني شوفوا باكي تاع خميره، لانه كل زوج بيضات نورمالمون نضيف لها زوج باكيات تاع خميره. بما انه انا درت ثلاثه واش راح ندير؟ نضيف باكي تاع خميره، والنص هذاك نزيد نقص منه شويه. علاه؟ لانه ضفت لها على راس المغرف اذا لاحظتي خميره الخبز. فهمتوني يا البنات؟ خميره الخبز. خلطتهم شوي، زدت ضفت معاهم زوج مغارف تاع الفارينه، ومن بعد خلطتهم. علاه خلطتهم بالباطير؟ باش نقضيو على هذيك الطعمه. وصدقوني يا البنات ما تيجيش باينه نهائيا ذوق الخميره في هذا الكاطو تاعكم. زدت بشرت عليه مبشور الليمون، انا نعتبره ضروري في هذه الحلويات التقليديه. ان شاء الله برك تكونوا فهمتيوا عليا البنات. في كل زوج حبات بيض انا مولفه ندير باكي تاع خميره الحلوى. بما انه درت 3 حبات بيض نورمالمون ندير باكي ونص. انا النص هذاك ما حطيتوش كامل، هزيت منه غير شوي برك. وعلى راس المغرف صغيره، يعني نص مغرف صغيره خلاص هذيك خميره الخبز. لميت هنا كيما تشوفوا، خليت العجينه تتلاصق في اليد. نروحوا للطريقه اللي انا يعني ديما نديرها لكم في الحلويات التقليديه. تصلح غير في هادو مثلا التورنو الكروكو المحقن. فهمتوني؟ ماشي في الصابلية البنات. وهي طريقة العجن، نعجنوه مدة 5 دقائق كما راكم تشوفوا. وراكم تشوفوا في العجينة راهي تتلاصق في اليد. انا ما راحش نخدمها مباشرة، نخليها تريح مدة 20 دقيقة ونروحوا نخدموها ونشوفوها كيفاه زادت شربت. غطيتها انا برك عادي، ورحت جبت هذا طابي سيليكون ولا فوق طاولة العمل عادي. يعني اهم حاجة برك انكم ترشوا بالفارينة باش من بعد ما تلصقش معاكم. شوفوا العجينة كيفاه شربت معاي ونشفت، يعني كأنه ما خليناهاش شوية تتلاصق في اليد.
نديرها على شكل حربوش كيما تقدروا تطرحوها عادي، يعني لكم الاختيار. تقدروا ديروها خبزة كبيرة وتطبعوا، تقدروا ديروها هكذا حربوش. نرش طابي سيليكون بالفرينة من الفوق، ونزيد نرش حقه من التحت، ونزيد نرش الحلوى تاعي من الفوق. انا هنا ما درت لا يعني لا قراص لا والو، بيدي برك بالكف نتاع يدي باش ما يبقاوش الاصابع مطراسين. جبت هذا الشكل تاع الوردة، يعني اللي راح ديرها مشروع من الأحسن دير شكل هكذا كامل كيف كيف، ما تبدلش الشكل. ميم هي يعني تخرج كي دير حسابها تخرج في الحبة. درك بالنسبة للسعر كل منطقة كيف يبيعوه، كاين اللي يبيعوا الحبة حتى 3000، كل واحد كيفاه يبيعها. يعني فهمتوني؟ انتم راكم تسقسيو ولا اللي حابة ديرها مشروع وتبدا تتعمل على ربي، يعني راهو الله يبارك مشروع مربح وفي نفس الوقت اقتصادي وما فيش مكونات بزاف. نطبع ديما نحط الطابع تاعي في الفرينة ونطبع كيما راكم تشوفوا. من بعد نحطها في البلاطو اللي رشيته بشويه تاع الفرينه. وفي نفس الوقت هذا البنات راني الفرن تاعي يسخن على اعلى درجه، وكي نحطها طيب نحطها في الرف الوسط، نقص لها شويه تقريبا 180 درجه ونخليها طيب من التحت، ونشعلوا لها من بعد من الفوق. يعني بالنسبة للانتفاخ ولا للتشقق راكم شفتيوه قدامكم يا البنات، ما تخافوش خلاص. وهذيك المغرف ولا نص مغرف تاع خميرة الخبز هي اللي راح تزيد تعاوننا باش الحلوى تاعنا تزيد تتشقق. جبت هنا حبيبة تاع بيض، ما حطيتهاش كاملة، نقصت شوية البياض باش يجي الصفار غالب ويعطيني شكل باهي ومحمر. جبت هذا العود تاع الشواء وحاولت اني نقد هذوك الحواشي تاع الوريده باش يجيو يعني مفورمين باهيين. نحاول نعدلهم برك لانه فيها البيض تتعدل ليه ونروح نحط الحلوى تاعي طيب. هنا تقدروا تضيفوا السكر يعني اللي يكون خشين سبيسيال لهذا النوع من الحلوى. تقدروا ديروا السكر العادي، تقدروا ديروا هاد العقيقشات انا اللي لقيت، تقدروا ديروا هذيك الحلوى الملونه، يعني تقدروا ديروا واش حبيتوا، كل وحده يعني كيفاه حابه تزينها. اذا درتيوها للدار حاولوا ديما ديروا كيما نقولوا احوايج اللي يكونوا سامبل برك وبسيطين. نحطها طيب ونروح نشوفوا مع بعضنا الفكره اللي جبتها لكم. بالنسبه للصواشيه البنات انا هادو يعني ترونسبارون هما اللي ننصحكم بهم، على خاطر انا والله كانت عندي كميه ما نعرف لعبوا بها الاولاد. بقاو عندي هادو اللي نديروهم يعني في الاعراس نحطوا فيهم المغارف والفراشات. قلبتهم برك باش نعطيكم فكره، ودرت كل زوج حبيبات مع بعضهم. قلت لكم هذه لاصحاب المشاريع، تقدروا تبيعوها في الديار، تقدروا ديروها تبيعوها للحفلات ولا الاعياد الميلاد. خصوصا اذا درتيوها بالحلوى الملونه الولاد راح تعجبهم اكثر هذه الفكره، وانتم ان شاء الله تسترزقوا منها. شوفوا نحاول ندير كل زوج حبيبات، وديما لازم تخليو الحلوى تاعكم تبرد تماما باش ما تطراش معاكم كي تحطوها في الميكا وما تعرقش. وبداو حطوا بزوج حبيبات وقفلوا كيما راكم تشوفوا بهذاك السلك. ونحاول نقطع الواحد تاعي لانه شويه كبير قلت لكم. المهم انا عطيتكم فكره، تقدروا تشريو هذاك الترونسبارون والله كان عندي. وهذه هي النتيجه البنات، شوفوا الله يبارك فيه تيجي يعني روعه خفيفه ومقرمشه في نفس الوقت من برا، اما الداخل تيجي كيما البونج. الله يبارك. ان شاء الله تجربوها الوصفه هذه كمشروع ولا تجربوها لدياركم وترجعوا لي اكيد بتعليقاتكم المحفزه. بلا ما تنساو لي دعم الفيديو، خليوه يوصل ليا البنات، خليو الناس تستفاد منه كمشروع وانتم تاني في ديوركم. قلكم تلاقاو في فيديو جديد ومع وصفه جديده. دمتم اوفياء للقناه. سلام.